من أشهر الجمل في مصر واللي اتعلمناها من واحنا صغيرين: مصر هبة النيل. تعالوا نتكلم على نهر النيل شوية. نهر النيل أطول نهر في العالم بطول 6650 كيلومتر، من أول بحيرة فيكتوريا المنبع في الجنوب لغاية المصب في دمياط ورشيد في الشمال. أهم منبعين لنهر النيل هما النيل الأبيض اللي منبعه بحيرة فيكتوريا في الجنوب، والنيل الأزرق اللي منبعه بحيرة تانا في أثيوبيا. دول حوض النيل عامة هما 6 عند بحيرة فيكتوريا عند منبع النيل الأبيض، وأثيوبيا اللي هي منبع النيل الأزرق، ودول المصب اللي هم السودان ومصر. على الرغم من إن 1600 مليار متر مكعب من المطر بينزلوا على النيل، إلا إن حصة مصر منهم 55 مليار متر مكعب بس. 80% منهم بيجوا من هضبة الحبشة في أثيوبيا والنيل الأزرق. حصة مصر في مية النيل مضمونة بكذا اتفاقية، بس اتفاقيات قديمة أغلبها 1902 1925 1959، ومؤخرا كان في اتفاقية ما بين مصر وأثيوبيا في 1993. وبالرغم من كل الاتفاقيات اللي مصر موقعاها مع دول حوض النيل لضمان ال 4% من إجمالي هطول الأمطار على النهر اللي هم ال 55 مليار متر مكعب، إلا إن نصيب الفرد 860 متر مكعب في السنة، وهو أقل من خط الفقر المائي في العالم اللي هو 1000 متر مكعب للفرد في السنة. كل التوقعات بتأكد إن على سنة 2020 مصر هتحتاج ضعف ال 55 مليار متر مكعب في السنة دول مع الانفجار السكاني والنمو الاقتصادي، واللي مع الأسف على الوقت ده مش هيكونوا متوفرين لنا. حقوق مصر المائية مش بس محمية بالاتفاقيات والبروتوكولات، كمان محمية بالقوة المصرية الناعمة في أفريقيا، زي العلاقات السياسية، تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، علاقات اجتماعية وثقافية. ده غير كمان إن عندنا مفروض مخابرات بتعمل في حوض النيل عشان لو في أي مشكلة هتحصل على النيل نلحق نفسنا. القوة الناعمة والتأثير المصري في أفريقيا ضعف جدا في آخر 40 ل 50 سنة، وفي نفس الوقت ده إسرائيل دعمت قوتها الناعمة جدا في المنطقة دي وتأثيرها عن طريق علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالذات موضوع يهود الفلاشة اللي اتنقلوا من أثيوبيا وهاجروا لإسرائيل في الفترة دي. وبعد ما اتقمصنا بعد محاولة اغتيال الفاشلة لمبارك في إثيوبيا وإسرائيل دعمت موقفها أكتر وأكتر في ال10 15 سنة اللي فاتوا، ما كانش مفاجئ خالص إن احنا نلاقي اعتداءات على النيل سافرة وإحنا مش حاسين. في إبريل 2011 وإحنا مشغولين بالثورة واللي حصل بعدها، أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة على النيل الأزرق، واحنا قاعدين بسعة 74 مليار متر مكعب مية، واحنا قاعدين أكتر من 3/4 بحيرة ناصر اللي عندنا في مصر. واحنا اتخضينا بقى. اثيوبيا هتبني سد النهضة على الحدود ما بينها وبين السودان في أوطى نقطة في اثيوبيا بانحدار شديد جدا، وفي خطة لبناء 3 سدود تانية على النيل الأزرق يضمن لهم التحكم الكامل في كل مية النيل الأزرق طول السنة. بحسبة بسيطة لكارثة سد النهضة ونتائجه على مصر، مصر هتفقد 10 مليار متر مكعب كل سنة بسبب سد النهضة، اللي هيؤدي لبوار 2.5 مليون فدان كل سنة، وفقدان 30% من الرقعة الزراعية في مصر. مصيبة واحنا قاعدين بنتفرج. كارثة تانية من كوارث سد النهضة إن في السنة اللي هيخزنوا فيها المية ورا السد هنقعد سنة من غير ما يجي لنا ولا نقطة مية من النيل الأزرق، وده اللي هيؤدي إن احنا نستنزف كل المخزون الاستراتيجي اللي في بحيرة ناصر ورا السد العالي، وهتتحول بحيرة ناصر لتقريبا بركة صغيرة. في بنى السدود الاستراتيجية اللي زي دي بيتاخد حاجة اسمها معامل الأمان، إن أنا أبني الحاجة تستحمل أكتر من 2 أو 3 من الأحمال اللي عليها. السد العالي مبني يستحمل 8 مرات الأحمال العادية، سد النهضة مبني 1.5 مرة الأحمال العادية. معامل الأمان الواطي جدا لسد النهضة ده هيؤدي في أغلب التوقعات لانهيار سد النهضة، واللي هيؤدي بدوره لمحو مدينة الخرطوم من على الوجود والكوارث طبيعية وإنسانية في السودان وفي مصر. وبالرغم من كل المصايب والكوارث دي مفيش تحرك قوي من مصر في القضية دي. شوفوا بقى، زهقنا من قصة مصر الكبيرة ومصر الأم واللي بتحتضن أفريقيا وتحتضن العرب وتحتضن الأمم اللي حواليها وضبط النفس وما تاخدش في بالك ومصر أكبر من كده. لا، ده أكبر اعتداء على الأمن القومي المصري من أيام التتار. لازم يكون لينا تحرك عنيف وسريع في قضية زي دي عشان نخرج من المصيبة اللي احنا فيها دلوقتي دي. لازم يكون عندنا حلول داخلية جوه مصر وحلول خارجية بره مصر. الحلول الداخلية ان احنا نراقب استهلاكنا للمية. اول حاجة الصناعات اللي بتستهلك مية كتير، لازم نغير نظام الري اللي ما اتغيرش من ايام الفراعنة، ونراقب الشركات والبيوت في استهلاكهم للمية، ونعمل غرامات على الاستهلاك الزائد. وانت بتفتح الحنفية بعد كده اعرف ان احنا دولة فقيرة مائيا. الباشمهندس اللي قدام المحل بيحب يرش شوية مية قدام المحل عشان يطري الجو، يا ريت ما يرش، عشان احنا دولة فقيرة مائيا تحت خط الفقر.
على المستوى الخارجي وبالذات في موضوع سد النهضه عندنا 3 حلول. اول حل هو الحل السياسي، التفاوض، الاتفاقيات، اللجوء للتحكيم الدولي، نشتكي اثيوبيا كده يعني. الحل ده ممكن نضم له القوه الناعمه اللي فاضله لمصر، ومنها ان الكنيسه المصريه كانت الكنيسه الاثيوبيه تابعه ليها لغايه من كام سنه فاتوا. هل هيكون الانبا تودرس ممثل لمصر ويحل لنا المشكله دي، ولا لازم نبعت حد من الاهل والعشيره ويلبسنا في الحيط؟ الحل الثاني حل اقتصادي بيلعب على جانبين، الجانب الاثيوبي بتوفير مساعدات مصريه لاثيوبيا عن طريق خبراء او عن طريق ضخ استثمارات من علاقتنا كويسه بالخليج في اثيوبيا وفي دول حوض النيل، والجانب الاخر ان احنا نساعد دول منبع بحيره فيكتوريا ان هم يسترشدوا في استهلاك الميه ونزود حصتنا من النيل الابيض بدل ما النيل الازرق عليه مشاكل. الحل الثالث وهو من رايي انا الشخصي الاهم ولازم يفضل على الترابيزه طول ما احنا بنتكلم في الحلين الاولاني والثاني، وهو الحل العسكري. السد ده اعلان حرب صريح على مصر. لو ما حاربناش عشان ميه النيل اللي بتجيلنا كل سنه، هنحارب عشان ايه؟ لما اسرائيل خدت سينا وحاربنا ومئات الالاف استشهدوا، ما كانش في خطر كامل ان مصر الدوله كلها هتروح. السد ده معناه تجويع وتعطيش وبوار ارض مصر وانهاء الدوله المصريه تماما. لو ما حاربناش عشان سد النهضه ده، هنحارب امتى؟ فوقه قبل ما يبقاش فيه بكره اساسا عشان يبقى فيه نور بكره.